السلام عليكم، ازيكم يا احلى واغنى بنات في الدنيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم ميادة. فيديو النهارده بنات وصفه حلوه قوي للشعر وحل مشاكل تساقط الشعر، وبتطول الشعر بسرعه جدا، وعلاج للشيب والتقصف والهيشان. وصفه هتحللك مشاكل الشعر كله، وصفه سهله جدا ومكونات بسيطه، وان شاء الله الوصفه دي تعجبكم. وقبل ما نبدأ في مكونات الوصفة بتاعتنا، لو عجبك الفيديو ده وأول مرة تشوفي القناة ما تنسيش الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. وأول مكون معانا في الوصفة بتاعتنا بنات هو الشاي، وده المكون الرئيسي معانا. الشاي بنات مفيد جدا، بيطول الشعر وبيغذيه وبيطوله بسرعة جدا يا بنات. هنعوز من الشاي ده معلقة واحدة، وهنحتاج كمان نص كوباية مية عادية من الحنفية. هنحط فيها معلقة الشاي دي يا بنات، وهناخد الاتنين دول كده مع بعض وهنغليهم على النار. وعشان ما ضيعش وقتكم وكمان عايزاها تكون باردة، انا جهزتها كده نص كوباية مية ومعاها معلقة شاي، وسبتهم يغلوا على النار وسبتهم يبردوا شوية بنات. كده هما بردوا وجاهزين معايا اللي احنا نستخدمهم. هنجيب بقى بولة ومصفى ومنديل ورق علشان نصفي بيه الشاي كويس جدا. هنصب بقى المكون بتاعنا اللي هو الشاي ده، هنصفيه كويس جدا يا بنات. المنديل دوت هيخلي ان مفيش اي حاجة تنزل معانا من التفل بتاع الشاي. هنصفيه كده يا بنات كله. هصفي كده شوية بشوية بحيث انه ما يتكبش مني. بس كده يا بنات، انا كده صفيته. شايفين كده معايا التفل اهو بقى على المنديل. الشاي اللي احنا صفيناه ده هنجيب بقى يا بنات اي نوعين من الزيت، مش شرط النوعين اللي معايا. انا جايبه هنا يا بنات معايا زيت جرجير. وطبعا احنا عارفين يا بنات ان الجرجير مفيد جدا للشعر، بيقوي البصيلات بتاعه الشعر وبيطول الشعر جدا. ومعايا كمان زيت خروع. زيت الخروع يا بنات برضو بينعم الشعر جدا وبيطوله وبيمنع التساقط بتاع الشعر. بس زي ما قلت لكم يا بنات، ممكن تستخدمي اي نوع زيت موجود عندك او بتفضليه في الوصفة بتاعتنا دي. ممكن يا بنات نستخدم زيت الزيتون، حلو جدا برضو للشعر. وممكن نستخدم زيت اللوز او زيت جوز الهند، او حتى ممكن نستخدم الزيت بتاع الاكل، زيت عباد الشمس او زيت الذرة. اي نوعين متوفرين عندك ممكن تستخدميهم في الوصفة بتاعتنا دي. هناخد بقى يا بنات من الزيوت اللي معانا ديت. من زيت الجرجير هناخد معلقة، ومن زيت الخروع برضو هناخد معلقة. هاخد كده من الجرجير معلقة الاول، وكمان معلقة من الخروع. هنقلب المكونات دي كده مع بعض يا بنات. شايفين كده الوصفة بتاعتنا سهلة ازاي؟ وصفة سهلة جدا يا بنات، والنتيجة بتاعتها مضمونة جدا وهتعجبك. هنجيب بقى اي ازازة فاضية عندنا يكون ليها بخاخ كده من فوق، تكون ازازة نظيفة. هنعبي بقى فيها الوصفة بتاعتنا دي. هعبيها انا بقى كده وارجع لكم تاني عشان ما اوقعش حاجة. كده الوصفة بتاعتنا يا بنات جاهزة. هنستخدم بقى الوصفة دي ازاي يا بنات؟ لازم اول حاجة يكون الشعر بتاعنا نظيف ومغسول. وبعد كده بعد ما نغسل شعرنا، ناخد البخاخ دي ونرش بيها على جذور الشعر وعلى الشعر كله. ونحاول بايدينا كده ان احنا ندلك فروة الراس بيه. وهنسيبه على الشعر يا بنات من نص ساعة لساعة حسب ما تحبي. وبعد ما سيبناه على الشعر لمدة نص ساعة او ساعة، هنشطف الشعر كده شطفة عادية خالص من غير شامبو ولا اي حاجة. هنعمل الوصفة دي مرة واحدة في الاسبوع. وصفة حلوة جدا يا بنات وفعالة وهتعجبك من اول استخدام. هتمنع لك الهيشان، هتشوفي شعرك حلو جدا، هيعجبك ان شاء الله. يا رب تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. مع السلامة، في رعاية الله وحفظه.